السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الظهور الأول لكريستيانو رونالدو، موعد مباراة النصر والطائي في الدوري السعودي. أصبحت مباريات فريق النصر السعودي من المباريات التي سوف تحظى بالمتابعة والاهتمام من قبل عشاق الساحرة المستديرة، ليس فقط داخل المملكة العربية السعودية والوطن العربي، بل من جميع دول العالم، بعدما نجح الفريق السعودي في ضم نجم أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو في الأيام الماضية. وظهر رونالدو بشكل رسمي مع فريق النصر أول أمس من خلال حفل تقديمه للجمهور الذي لا يزال حتى الآن متصدرا لمحركات البحث، وخاصة عبارة أنا عالمي التي أطلقها كريستيانو خلال تواجده بملعب مرسول بارك. كما صرح رونالدو أثناء المؤتمر الصحفي أنه راضي تماما عن هذا القرار، وأن هذا قد حدث بعدما فعل كل شيء في الملاعب الأوروبية والحصول على جميع الألقاب والبطولات الفردية والجماعية، كما أنه متحمس لخوض تجربة جديدة داخل القارة الآسيوية ومواصلة تحطيم الأرقام كما اعتاد على فعل ذلك. كما أعلن البرتغالي عن جاهزيته على المستوى البدني والنفسي من أجل المشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة، وأن الأمر بات متوقفا على قرار المدير الفني للفريق. كما تسلم الفريق السعودي البطاقة الدولية الخاصة بمشاركة صاحب 37 عام بالقميص الأصفر. وأعلنت صحف سعودية أن رونالدو سيشارك بشكل طبيعي مع الفريق في المباراة بعدما جاءت البطاقة الدولية خالية من أي عوائق أو عقوبات، لتتجه الأنظار بعد ذلك إلى موعد مباراة فريق النصر، اللقاء الذي سيشهد تواجد صاروخ ماديرا بالقميص الأصفر المرصع برقم 7. وكان الفريق العالمي قد أنهى الحصة التدريبية الأخيرة مساء أمس على أرضية ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود، وشهدت التدريبات تواجد أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو من أجل الاستعداد لمباراة الجولة 12 من دوري روشن السعودي موسم 2022-2023 أمام فريق الطائي. موعد المباراة التي ستجمع بين النصر والطائي بالدوري السعودي تحتضن أرضية استاد مرسول بارك اليوم الخميس الموافق 5 يناير، اللقاء الذي سيجمع بين فريق النصر والطائي. وتقام المباراة في الساعة 5 بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والتي ستوافق الساعة 7 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة. أما بالنسبة للقنوات الناقلة، تنقل المباراة خلال مجموعة قنوات CCA، وهي قناة مشفرة والتي تعني باللغة العربية شركة الرياضية العربية. يدخل فريق النصر مباراة اليوم تحت قيادة الفرنسي رودي غارسيا على رأس جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني بعدما حقق الفوز في 8 مباريات وتعادلين وخسارة واحدة. بينما يتواجد فريق الطائي تحت قيادة بيدرو ميجيل الشهير باسم بيبا في المركز السابع برصيد 18 نقطة، بالتساوي مع صاحب المركز السادس من خلال 6 انتصارات و5 تعادلات، ولم يتلقى أي هزيمة طوال ال11 مباراة السابقة.